السلام عليكم، يسعد مساكم أصدقائي. كيف إن شاء الله بخير. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. الحمد لله الأوضاع كويسة وبزيادة. في بعض مشاكل يعني عم تواجهني، شوي مشاكل صغيرة. هي إنه عندي الحسون هالجوز هذا ما بيترك طواير تانية تبني عش. احنا محجزين هون بنص الغرفة، فإيش في طيرة بدها تبني هونيك أو تبني هون أو تبني هون أو تبني هون أو تبني هون، فيضربوها يعني توصل مرحلة لأنه تنضرب الطيرة بالأرض. يعني القتال بيناتهم وصل. بس الحمد لله في طيرة عم براقبها مسكينة، يعني صار لها أسبوع تحاول. حاولت هون وما زبطت، حاولت هون وعم تضرب الطيرة هاي وما خلتها تنزل تشيل قطن أو خيطان كمان تضربها. بس اليوم الحمد لله لاحظت إنه عم تسحب قطن للمنطقة هاي. الحمد لله لافة عش بين الشجر، والعش هذا أحبه كتير يعني بين الشجر هو هيك. هذا العش هذا هو لافة الطيرة. زين عليكم الحمد لله. نلقي نظرة عليه كمان هيك شوي، شوف شو وضعه العش. هذا العش الطيرة راكبته بين الشجر، يعني شوي عالي مو كتير بس ايدي يمكن تصل. هذا هو العش. ما بعرف عش او اثنين لافين، انا ما بعرف يعني طريقة العش لافته ايش هو، عش واحد او اثنين. هذا هو العش حاطه واحد. بس شايف العش يعني ثبته بالاغصان هون، يعني بطريقة احترافية شعرت الضوء لأنه شوي معتم المنطقة هون. جميل العش، أحب العش هيك، الوضع العش يكون هيك جميل كتير يعني حلو مرتب. مع إنه في عش جنب ما بنت العش هذا، بنت بين الأغصان. إيه الحمد لله إذا هاي بنت كمان الحمد لله. على كل حال المشاكل اللي عم تواجهنا للسلاكة شوي هو إنه هالطيرة بس عم تقوم بضرب الطيور كلها، ما بتخلي حدا. هدول الجوز صايرين مثل يعني ما بيتركوا بعض لو لحظة، يعني الطير ما بيترك الطيرة ولو لحظة. يعني صاير بيناتهم تناغم كتير. وهي المشكلة يعني انه الطير ما عم يترك الطيرة كمان، وين عم يلحقوا بعض ورا بعض. سبب مشاكل، تصير مشاكل انه حتى الطيور اللي بدها تبني عش عم يصير شجار قوي بيناتهم. يعني هي المشكلة، عم بستناها ان شاء الله لتبيض. تبيض هون بس باضت. آه، نأمن انه قاعدة على البيض، فالطيور التانية تريد تبني. هلا في طيرة تريد تبني هون ما عم تخليها، هون ما عم تخلي. فان شاء الله موسم خير. طبعا الفراخ عندي طلعوا هون فوق، وصار عمرهم تقريبا 4 5 ايام الحمد لله. وضعهم كويس. فرخين هن الثالث صغير على ما اعتقد ميت. طواير تانية كمان ماشي حالهم. وهاي بقيلة للجمعة او السبت ان شاء الله تفقس الطيرة اللي قاعدة هون على البيض. هاي قامت. خلونا نشوف البيض شوي. ان شاء الله هاي ليوم الجمعة تفقس. حطينا لهم دوار شمس، تين، خيار، وبيض، برتقال، بيض البذور مشكر، التين، التفاح، برتقال، دوار الشمس. لا تعيف شيء، حط كل شيء. الطير بياكل كل شيء. بيحب التين، بيحب التفاح، بيحب الخيار. هون الخيار انا جبت خيار بيكون فيه بذر كتير، اكلين الخيار مو عايشين منها شيء، فهيك الطير يحب. التين ياكل البذر كمان. طبعا شوك، لسه في شوك وخلطة كاملة. واتمنى التوفيق للجميع يا شباب، ولا تنسونا بالدعاء. واتمنى لكم التوفيق من كل قلبي. الطير عم تزق الافراخ اذا عم تبين عندكم. ما شاء الله يا رب، الله يبارك يا رب. وبستنى هاي الطيرة لتبيض، تفوت هون تبيض لارتاح شوي، تخلي الطيور التانية تبني عشاء ان شاء الله. لا تنسونا بالاشتراك واللايك يا شباب بالقناة. طبعا بجهودكم نزيد، وبدعائكم كمان بنزيد ونعطي ان شاء الله. وفي شي معلومات راح نستفادها راح نحكيها في فيديو تاني ان شاء الله. والمشاكل كمان راح نحكي كل شي صار معنا بصراحة
شو استعملنا أدوية وشو حطينا أدوية وشو عملنا، كل شي راح يكون بشرح مفصل إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق للجميع. السلام عليكم.